السلام عليكم اعزائي الغاليين احبابي المشاهدين ديالي الكرام، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وتلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. اجدد بكم الترحاب، مرحبا بكم كاملين معايا في الفيديو ديال اليوم. الوصفه ديال هذا النهار الوصفه ديال المقبلات او الاطباق المرافقه للاطباق الرئيسيه، خضر مشرمله بتتبيله لذيذه على قد ما يكون. كيمكن لنا نقدموها مع الاطباق الرئيسيه كما قلنا او مع الوصفات ديال عيد الاضحى، وبما انه عيد الاضحى قريب ان شاء الله فاختاريت نقدم لكم هذه الوصفه ديال المقبلات. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه باش حضرت هذه الوصفه. اول حاجه عندي هنايا الجزر، كناخذ الجزر كنقيه طبعا وكنقطعه الى قطع صغيره مربعات او مكعبات صغيره، كنحطو في الكاسرونه، كنزيد عليه الماء والملح واحد الفص ديال الثوم وكنحطو فوق النار حتى كيتسلق لينا مزيان، ثم كنحيدوه وكنخليوه جانبا باش كنحطو ليه التتبيله وكنشرملوه بهاد التتبيله اللي غادي تشوفوا معايا. وبعد ما تسلق لينا الجزر كناخذوا المقلاة كنوضعوا فيه هاد القطع ديال الخيزو او الجزر كما غادي تشوفوا معايا دابا، مع داك الفص ديال الثوم اللي سبق لينا سلقناه مع الجزر، وكنوضعوا التوابل. عندي هنايا رشه من الملح، كندير فقط القليل من الملح لانه سبق لينا وضعنا الملح مع الجزر في الكاسرونه، والقليل من زيت الزيتون، واحد شويه ديال زيت الزيتون، وشويه ديال الابزار او فلفل اسود، كندير كميات قليله فقط، واحد شويه ديال الكمون، القليل من الكمون، واحد شويه ديال التحميره او البابريكا، وعندي هنايا عصير نصف حامضه نصف ليمونه باش كيجينا داك الجزر ديالنا شويه حامض، والقليل من القزبور والمعدنوس مقطعين. كنخلط هاد المكونات كاملين قبل ما نحطهم فوق النار، وكنوضعوا هاد الكاسرونه فوق نار هادئه وكنحركوا شويه حتى كيتخلطوا كيتجانسوا هاد المكونات كاملين، ثم كنضيف القليل من الزيتون الاخضر مقطع كيجي زوين مع الجزر، كيعطي واحد اللذه واحد البنه رائعه جدا. هنا عندي الكوسه او الكورجيت او القرع الاخضر، كل واحد شنو كيسميها، كنوضعها في الكسكاس، انا كنفورها في القدره في القدر، كنوضعوها في الكسكاس مع واحد الفص ديال الثوم وكنفوروها، وبعد ما كتفور كناخذوها بدورها، كنعملوا ليها نفس الطريقه اللي عملنا مع الجزر. كناخذوا القطع ديال الكورجيت او الكوسه او القرع الاخضر وكنحطوها في المقلاة، كنضيف عليها داك الفص ديال الثوم اللي سبق لينا فورناه معها، رشه من الملح، واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، وشويه ديال البابريكا او التحميره، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، نفس التوابل اللي حطيناهم مع الجزر، واحد القليل من القزبر والمعدنوس، وكنخلط جيدا هاد المكونات هادو نفس الطريقه نفس العمليه، وكنوضع المقلاة فوق النار حتى كيتجانسوا هاد المكونات وكتطلع معاهم شويه الحراره شي 5 دقائق او 7 دقائق. عاوتاني كنزولوا المقلاة كنحطوها جانبا قبل ما نحطوا المكونات او هاد الكوسه او هاد الكورجيت المشرمله في الطبق ديال التقديم. ثم كناخذوا اللوبيا الخضراء كنقيوها كنقطعوها الى هاد القطع هادو على هاد الشكل هذا، كنحطوها في الكاسرونه بدورها مع الماء والملح، واحد الفص ديال الثوم باش كتسلق لينا، وبعد ما كتسلق مزيان وكطيب كنزولوها من فوق النار وكنعملوا معها نفس داكشي اللي عملناه مع الجزر والكورجيت او الكوسه. ناخذوا المقلاة نفسها ما كنغسلوهاش بلا ما نبقى نغسلوها كل مره، كنحط فيها هاد اللوبيا اللي سبق لينا سلقناها وبداك الفص ديال الثوم اللي تسلقات معاه، كنضيفوا القليل من الملح، نفس التوابل عاوتاني، شويه ديال الزيت، انا كنستخدم زيت الزيتون، الا ما توفرش تقدروا ديروا زيت المائده، شويه ديال البابريكا او التحميره، شويه ديال الكمون، القليل من الابزار او الفلفل الاسود، وشويه ديال القزبر والمعدنوس دائما ما نساوش. صافي كنحرك عاوتاني هاد المكونات باش كيتخلطوا ويتجانسوا بيناتهم قبل ما نحط في المقلاة فوق النار، والنار كتكون هادئه طبعا، كتدخل معاهم شويه هاد التتبيله هادي، كنحركوا واحد المده اللي هي قليله ماشي بزاف، 5 دقائق 7 دقائق، حتى كنشوفوا المقلاة ديالنا بدات كتنشف صافي، وكنحيدوا داك المكون هذا كنوضعوه جانبا حتى نقدموه في صحن التقديم. ناخذ البطاطس حتى هي كنقيوها كنقطعوها على شكل مكعبات او مربعات صغيره، كنحطوها في الكاسرونه وكنوضع عليها الماء والملح وواحد الفص ديال الثوم، كنخليوها حتى كتسلق حتى كطيب مزيان، وكنديروا ليها نفس الطريقه اللي درنا مع الخضر اللي شفتوا معايا في البدايه. ناخذوا بعد ما تسلقات لينا البطاطا كناخذها كنحطها في المقلاة
وكندير معاها داك الفص ديال الثوم اللي تسلقات معاه دائما. هاد الطريقه زوينه، كتجي سهله وما كديريش لينا وقت كتير وما فيهاش تعب ومجهود. كنضيف القليل من الملح، كنضيف نفس التوابل من غير التحميره، ما درناهاش مع البطاطا. درنا شويه الملحه وشويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الابزار او فلفل اسود، ثم شويه ديال الكمون، فقط ما نديروش التحميره. ودرنا القليل من القزبر والمعدنوس، وكنخلطوا هاد المكونات كاملين قبل ما نحطوا المقلاة فوق النار. والنار كتكون هادئه كما كتشوفوا معايا. حطيت المقلاة ديالي فوق النار وكنحرك بشويه بشويه، كيسخنوا مزيان واحد المده. بلا ما كنشوفوا المقلاة كتنشف صافي كنحيدوها كما قلت لكم 5 دقائق 7 دقائق ما تجاوزوهاش. وكنقدم الكل في الصحون ديال التقديم. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار: خضر متبله بتتبيله ألذ ما يكون، خضر مشرملين او مقبلات اللي كنقدموهم في عيد الاضحى مع اللحم مع المشاوي، او كنقدموهم هكذا مع الاطباق الرئيسيه في الغداء ولا في العشاء، او نقدموهم بوحدهم ناكلوهم بوحدهم. هو هاد الاكله هذه كتعتبر مغذيه صحيه، يعني كافيه بوحدها، راه غنيه بالعناصر ومشبعه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم اصدقائي. اللي جا جديد مرحبا به معايا، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ودعموني باش نقدم لكم المزيد من الوصفات والمزيد من الفيديوهات ان شاء الله. دمتم بالف خير ومسيه سعيده للجميع. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، ما تنسوش.